اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي تلجراف مصر في كل مكان. معكم صلاح الحمد. احنا موجودين بنغطي لحضراتكم تفاصيل جلسه محاكمه مستريح البيض اللي نصب على الناس اكتر من 3 مليار، ومعانا محامي ضحايا تفاصيل يعني لنا بنوضح لنا تفاصيل. انا جيت ابص لقيت على السوشيال ميديا، وبرضه الاستاذ ايمن حامد سليمان كان بيجي في التلفزيون، جه في برامج تلفزيونيه كتير، وكانت البرامج التلفزيونيه دي للاسف بتقدمه على اساس ان هو خبير اقتصاد. خلاص؟ لا بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء. على البرنامج بتاع خلاص هو بيطلع على برامج. كمل سيادتك. فالمهم هو ظهر في عده برامج تلفزيونيه وكانوا بيقدموه على اساس ان هو خبير اقتصاد. هو طبعا استغل الحته دي وكان بيعمل دعايه على السوشيال ميديا جامد ان هو بيدي ارباح كبيره جدا. وطبعا هو استغل طبعا برضه ان احنا كمستثمرين فينا حته الطموح او الطمع شويه يعني او كده يعني. فكان بيدي ارباح من 75% ل 100% ل 150% ل 200%. خلاص؟ ل 200%. ل 200%. يعني لو استثمرت بقد ايه تاخد قد ايه؟ يعني بص مثلا في مشروع الدواجن مثلا يعني كان يقول لك اللي يدفع ربع مليون بعد 50 يوم يبدا ياخد 45,000 جنيه شهريا. هنقف عند النقطه دي. هنقف عند النقطه. كمل سيادة. 45,000 جنيه شهريا كان موضوع كبير يعني. ازاي انت تدفع ربع مليون وتاخد 45؟ انا هسأل حضرتك سؤال. هل يعني ما شكتش في مصدر او التفاصيل؟ يعني ما حسيتش ان ده الموضوع ده مش طبيعي يعني. انا قلت في دماغي مش طبيعي. طب بس انا فكرت ازاي بقى اقول لك يعني، وده تفكير بعض ناس كتير. انا قلت الشركه دي انا بعد احط فلوسي هنشك فيها بعد استناني بقى. انا قلت انا يعني الوضع بالدماغ، انا راجل مهندس وكنت بطلع من الاوائل وفي البرمجه وكده يعني. الموضوع ده ما يدخلش في الدماغ. ده ولا تجاره المخدرات على فكره يعني، ولا تجاره المخدرات بتكسب 150% بسهوله. ما انا اقول لك انا بقى حطيت فلوسي. قلت ايه؟ قلت انا هاخد فلوسي بعد 4 شهور يعني كده. لو خدت ارباحي كده بعد فلوسي. طب انا كده الشركه دي مش هتقفل اقل من سنه. فقلت انا كده ضامن ايه، هاخد فلوسي بعد 4 شهور، وبعد كده بقى لو ايه قفلت اديني خدت فلوسي وخلاص. خلاص. وبعدين سالت بعض الناس اللي كانوا لسه معاه. هو اشتغل سنتين كويس على فكره يعني. طبعا هو كل الناس المستريحين بيشتغلوا الاول سنتين كويس مثلا، او سنه او سنه ونص، وبعد كده بيتكشفوا. هو اتكشف بعد سنتين ونص. ازاي بقى؟ اتكشف ان هو مش قادر يدي ارباح للناس، فبدا ياخر خلاص ويتحجج ببعض الحجج. وطبعا هو يعني استنونا شويه، اصل مش عارف ايه، اصل كده واخد بالك انت ازاي. فطبعا جه فتره كده واحنا اشتكينا وكده وخلاص الامور وصلت للقضاء يعني. انا قعدت مع اخوه. هتدفع كام؟ انا دافع مبلغ ما يعتبرش 75,000. انا دفعت 75,000. اول ما لقيت ان الشركه بدات تاخر في الارباح وكده، رحت قعدت مع اخوه الكبير، هو كان ماسك الاداره يعني، وقلت له بصراحه انا لما قلت لزمايلي المهندسين ان انا هدفع 75,000 واخد 11,250 شهريا، الامور ديت ما تدخلش في الدماغ. وبالظبط كده قلت له كده. انا قعدت مع واحد صاحب مصنع نسيج، قلت له انا قعدت مع صاحب مصنع نسيج وبقول له انا الراجل ده بيعمل كذا وكذا. يا فندم انت بتقنع عليه. قال لي ايه بقى؟ قال لي ايه بقى؟ سيبه يقول رايه. استنى بس. قال لي صاحب مصنع النسيج ايه؟ صاحب مصنع النسيج قال لي ايه؟ قال لي لو كانت في مكاسب كده انا اقفل المصنع بتاعي واروح احط فلوس، لكن ما فيش حد بيكسب كده. ده الغريبه. فانا رحت قلت لاخوه حصل كذا 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 والمكاسب دي غير طبيعيه. خلاص. فانتوا حاجه من اتنين عشان يعني المنظر يبقى طبيعي يعني، يا تخلي الارباح طبيعيه تقللها تبقى 80% حتى ولا 70%، وتبقى احسن من الشركات الثانيه، لكن مش معقول انها تتخطى 150 و200%. ده كده ولا في المخدرات وكده يعني. قال لي لا اصل الاستاذ ايمن بيكسب، احنا بنكسب كتير جدا، والاستاذ ايمن بيحب ان هو يريح الناس ويبسط الناس. ده كان كلامه. قلت له طيب ماشي، انا هقول لك على حاجه، انا عايز فلوسي بقى. قام قال لي بص انت دلوقتي ممكن هديك 11,400 اللي هو ارباح الشهر الاولاني، ومفيش اسبوع يومين 3 وممكن تيجي تاخد الربح بتاع الشهر الثاني. فانت كده لو خدت فلوسك يبقى انت خسرت. خلاص. وبعدين هو قال لي بقى طبعا ان هو الاستاذ ايمن مرشح لمناصب منصب كبير جدا في الدوله، وهم دايما بيكذبوا في الحاجات ديت يعني.
وان هو واصل لمستويات عاليه جدا ومرشحينه لمنصب كبير جدا. يعني اوهمكم بعلاقات غير صحيحه. وطبعا هو كان بيعمل اعلانات كتير انا واصل، انا كذا، في انا السوشيال كذا، وهو ميديا، ولا حاجه من الكلام وكان ده. بيعمل اعلانات في التلفزيون، وللاسف في برامج تلفزيونيه جابوه على اساس ان هو قدموها للشعب على اساس ان هو خبير اقتصاد، ماشي، هو وكانه هيحل مشاكل تمام، جمهوريه مصر تمام. العربيه. ما هو في الفتره دي هو كان بيخدع الناس كلها بقى. اللي خلاه خدعكم بالارباح واللي لسه بحب تتكلم فيها دي، اللي لا يصدقها عقل. يعني طبعا لا يصدقها عقل، انا بكلمك بجد. انا بسالك كواحد عادي، حضرتك ازاي صدقت الارباح دي؟ او انا هقول لك على حاجه. انا لما اتنصب عليا من ايمن، يعني انا حملت ما زعلتش قوي زي ما اتنصب عليا من بعض شركات تانية. ليه بقى؟ الشركات التانية كانت بتدي ارباح معقوله 50 و60%، وكان لهم مشروعات قويه يعني. انما لما دخلت مع ايمن كنت عارف ان ارباحه كبيره قوي، يعني دخل في دماغي ان ارباحه كبيره قوي. فانا يعني لما فقدتها، لما خدت فلوسي قلت انا استاهل. انا قلت انا استاهل، لان الموضوع كان واضح ان هو ما ينفعش، مش عقلاني. فقلت انا استاهل. فكان زعلي في الشركه دي، لان انا كنت اشتركت في شركه ثانيه برضه طلعت مصابه، فزعلت قوي عليها. لكن ده انا زعلت عليها نص زعله، وحملت نفسي المسؤوليه ان انا دخلت في حاجه غير لا تدخل العقل تماما ان الارباح تتخطى 100%. سؤال هام جدا الناس كلها بتساله. كواليس جلسه اليوم النهارده، المنتظر المتهم الحكم ولا مرافعه ولا كواليس جلسه؟ طبعا هو فاهم الناس كلها، ومنهم انا يعني استنى بس، ومنهم انا ان انا جمعت 3 مليار وعندي استثمارات 10 مليار، فما تخافوش فلوسي تكفي وتفيد وكده وكده وكده، وعندي مشروعات. حتى لو فلوسكم مضمونه، فلوسكم مضمونه، وانا عندي استثمارات ب 10 مليار. الكل يعني عنده درجه من درجات التصديق ان هو في الاول وفي الاخر هيتصالح ويدي للناس حقوقها ان شاء الله، حتى راس مالها الاصلي. يعني اللي خد مثلا 20,000 وله مثلا 100 مثلا، هيرضى مثلا وياخد 80,000 وخلاص، وياخد اصل الفلوس مثلا او حاجه زي كده على الاقل يعني. او على الاقل كان في كلام ان هو ايه بيرضى بشهر ارباح شهر 4 و5 اللي هم شهرين 4 و5 وتاخد راس مالك. طيب سؤال مهم جدا، كواليس جلسه اليوم ايه؟ النهارده المنتظر احنا والله لنا امل ان هو يحاول يتصالح، يعني ده املنا. تصالح. هل هو هيعمل يعني كده بقى ولا يديلكم الفلوس ان هو يقول للمحكمه مثلا تصالح، والمحكمه تديله فرصه ان هو يدفع للناس فلوسها، او يعمل توكيل لمحامي مثلا يكون مضمون ان هو يوزع للناس فلوسها، بحيث ان لما الناس تعملوا تنازلات خلاص يطلع مثلا يعني. واحنا مش عايزين ان هو يتسجن، احنا عايزين ناخد فلوسنا. يعني كل الناس اللي واقفين دول كلهم ما يهمهوش. انا رفعت، انا خدت شيك ساعه ما انا قلت للراجل اخوه ده، قلت له لا انا عايز فلوسي، فاداني شيك. والشيك ده كان يستحق بعد ما الشركه قفلت بشهرين. في خلال شهرين الشركه قفلت. جيت اصرف الشيك لقيت مالوش الدوله يعني متحفظ تم التحفظ عليه. خلاص حتى البنك قال لي انا عندي 10 مليون، هو البنك فيه 10 مليون، بنك الزراعي فيه 10 مليون وممكن اصرف لك، بس الحساب واقف. الحساب واقف. هي الشراره بس بتاعت فانا واخد عليه حكم بسنه، حكم ابتدائي يعني. وفي ناس كتير خدت عليه حكم ابتدائي اللي معاه شيكات. اما اللي ما معهوش شيكات ومعاه عقود، فهو ده بقى ايه منتظر الشراره بتاعت كشف حقيقته، او اللي هو يعني اول حد او ما كل حاجه بص او كل حاجه بتبان ازاي. احنا مع كل حاجه حضرتك، كل اللي حضرتك اللي انت عايزه. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مشاهدينا ومتابعينا، احنا معانا احد الضحايا لمستريح البيت، هيحكي لنا كواليس وتفاصيل اخرى عن الواقعه ووضحها. ايه القصه وايه التفاصيل؟ بدات ازاي الموضوع؟ والله انا الاول مهندس سيد الدين، بعدين يعني مدير عام سابق في وزاره الاسكان. تمام. مش هتكلم بقى شرايين. مش هتكلم. والله انا الاول كان في بعض الاعلانات وكده، بس انا كان عندي تشكك في الاعلانات بتاعه المجموعه الاقتصاديه بتاعه ايمن حامد. تم التحفظ على، ولكن خدت بعض من المصداقيه حينما رايت ان الدوله بتقدمه على القنوات. ايوه لا كخبير. هو كان خبير فعلا. محدش بيقدم حاجه، هو خبير. خلينا في تفاصيل الموضوع. محدش بص يا فندم، محدش بيقدم حد، لا محدش كان، ولا حد بيساعد حد. يعني الدوله مالهاش علاقه بالموضوع، بيساعد نفسه. انت القصه من
استريح. معالي الباشا انت بتقول لي القصه انا اقولها بطريقتي. تمام. وانا مسؤول عن اللي انا بقوله. اتفضل. ماشي. ده يقدم قنوات على انه خبير اقتصادي، على انه دكتور ومستشار وخبير اقتصادي. تمام. خدنا مصداقيه. انا خدت مصداقيه عن نفسي. تمام. بعد ما كنت متشكك خدت مصداقيه ورحت عملت. احنا واقفين بره المحكمه. طب تعالي اتفضلي بس بعيد عن المحكمه، لو عايزه تتكلمي تعالي اتفضلي. كمل اتفضل. المهم البلد ما فيهاش قانون بيطبق. يا فندم البلد لا فيها حافظ على الكلام ده. حافظ على الكلام ده. معاكي حاجه اتفضلي قوليها جوه. احنا موجودين هنا النهارده قانونيا علشان تاخدوا حقكم. اتفضل يا فندم معاك. اتفضل يا فندم كمل. اتفضل. احنا بناء على ان هو قدم في القنوات الرئيسيه للتلفزيون والسوشيال ميديا على اساس انه كده، فخدنا مصداقيه خدنا مصداقيه وعملنا عقود وكده، واستمر معانا كام شهر كويس. اتفضل. وبعد كده تعثر، فوجئنا ان هو متعثر من بدايه شهر 4 25، وقال لك ايه ان في الفلوس محجوز عليها وما اعرفش ايه. وبعدين احنا تحررنا الموضوع لقينا ان في منع تصرف فيما بعد. هو منع تصرف على اساس ان هو شغال بطريقه غير قانونيه ولم لم يتقدم بمستندات رسميه ويسجل نشاطه في الغرفه التجاريه او هيئه الاستثمار بمعنى صح. فبعد كده وقف الارباح كلها والعوائد، مفيش فلوس. وبعدين لما لقي ان هو بقى عنده منع تصرف والدنيا باظت معاه وبقى هيقدم للمحاكمه والكلام ده كله ومطلوب ان هو يتقبض عليه، راح فاتح استثمارات جديده برضو، ما يدل على سوء نيته ان هو راح فاتح تصرفات. راجل عندك منع تصرف ومطلوب تشريع شركاتك او مؤسساتك، فهو استهلك فلوسكم دي في حاجات ومشاريع تانية. هو كان اصلا مشروعاته دي ممنوعه اصلا. لا يعني عنده التزامات ما بدش التزامات دي على كميه الارباح دي. وقف خالص. وبعدين احنا كان عامل منافذ لمنتجاته عشان ما يقولوش ان مفيش مشروعات. لا، في المفروض ان عنده مشروعات. كان بينزل منتجات في منافذ، شاي ومنظفات وورقيات وعجول ونعام. كان في منافذ له. كمل بس بعد اذنك. في منافذ له تدل على ان هو فعلا شغال بفلوسها. او بقول لك ان هو خد الفلوس وركنها وعمل ما اعرفش بيها ايه. لا، كان في المنتجات دي منين؟ هو اذا كان بيضحك او اذا كان بيتصرف في حاجات من دي، فاحنا كمستثمرين ملناش دخل بكده. احنا مستثمرين ادانا له فلوس ومعانا عقود رسميه وادانا مصداقيه، ادانا عقود، وادانا صوره لايصال الاستلام النقديه، وادانا شيكات، وادانا شيكات بنكيه. كل ده كان بيثبت لنا ان هو راجل ماشي صح، والمنتجات والمنافذ بتاعته تثبت ان هو راجل ماشي صح. ايه اللي حصل او ايه اللي حصل بعد كده؟ ان هو اتقبض عليه واتاخد خلال الفتره من ساعه ما اتعمل له منع تصرف لحد ما اتقبض عليه. خد مليارات، يعني خد مليارات وداها فين؟ طب احنا دلوقتي بنطلب من الدوله حاجه. احنا مواطنين في الدوله واتنصب علينا. تمام. في قضيه مرفوعه والقضاء ياخد حقه. يا عم اكمل انا بقى بعد اذنك. انا ارد عليك في لا، انت ما تقوليش انا اقول ايه. هتقول لي انا اقول ايه؟ اقفل. اتفضل قول. لا قول عايز تقول ايه؟ انا اقول اللي انا عايزه. طب قول اتفضل. الدوله لازم تقف جنب لازم تقف جنب الضحايا. اكيد. وفي 100 باب و100 سكه الدوله تجيب بيها حقنه. الراجل ده لذلك هكمل بعد اذنك. جلسه اليوم القضاء ده فوق دماغي من فوق. ايوه، ما هو انت رفعت. انا ما القضاء ده تابع انا لمؤسسات بشكك في الدولة. القضاء. طب ما انا بقول لحضرتك ما انت اتخذت. يا فندم معلش، انت دلوقتي بتكلمني انا شككت في القضاء. لا، انا بقول لك القضاء فوق دماغي هيحكم بالصح. انا بطلب حاجات تانية من الدوله. بطلب حاجات تانية من الدوله. ايه هي؟ الراجل ده ممكن تتبع تصرفاته الماليه الداخل واللي خارج من يوم ما اشتغل لعنده النهارده. يتتبع. استناني بس معلش. الفلوس دي راحت فين؟ هقول حاجه بسيطه. حضرتك معاك محامي صح؟ لا، انا ماشي محامي. في محامي لحضراتكم في القضيه؟ لا، ماشي محامي. لا، في القضيه في حضراتكم في محامين.
تقدر من خلاله تقدم طلب رسمي للجلسه بان عايز تتتبع تصرفات انت بتعمل المتهم. لقاء معايا ليه؟ ما انا عارف، انا بسمع أنا صوت بس حضرتك. سؤال بس، عايزين معلش. نوضح ده صوت حضرتك. انت بتعمل معايا لقاء عشان اقول اللي انت عايزه؟ لا خالص، عفوا. خلاص يبقى انا بعمل اللي انا عايزه. صحيح. بعد اذنك. صحيح. انا لا بغلط في حد ولا محتاج. لا، انا بقول لك ان الراجل ادانا مصداقيه وفهمنا ان هو ماشي صح وعمل منافذ وعمل وعمل وعمل، وكل ده كان نصب. انما هو كان بيشتغل حضرتك نصب عليك في كام؟ انا ملايين. نصب نصب على المنتجات دي جايه منين؟ ومنتجات باسمه الاكسلانس وما اعرفش ايه. فكل الكلام ده كله هو مش موضوع توظيف اموال. توظيف اموال فين؟ الراجل كان واخد مننا فلوس وشغال وفي عجول وناس اشترت ضحايا وناس اشترت برقي وناس مش عارف ايه وناس مش عارف ايه. فده نصاب عالمي. احنا عايزين حقوقنا والدوله تقف جنبينا. ان شاء الله مش باذن الله. بسيطه جدا 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 ان الدوله تعمل تتبع له ماليا، تصرفاته الماليه من ساعه ما اشتغل لعند النهارده. حقيقي. والمستثمرين موجودين يشوفوا له دخل له ايه، فلوس ايه، وداها فين. وداها فين يا فندم؟ الفلوس موجوده في مصر. فلوسه مليارات موجوده في مصر. لا، في مصر. في مصر عند رجالته، عند رجالهم بتصبوا علينا وبيهمونا بالغلط. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله حقكم يجي. وبعدين ان شاء الله حقكم يجي تباعا، وحقكم والحقوق اللي انتم بتطالبوا بيها ده حقكم، وان انتم تطالبوا بفلوسكم ده حقكم، وده حق ليك بنكفله ليك. احنا مش بنواجهك في حاجه، احنا بنطرح كل وجهات النظر قدام حضرتك للعلم وللاطلاع حتى لا نكون مضللين لاي شيء. برضه معلش مطلوب منكم حاجه. اللي انت بتاع ما تحكيش عليا طالما انا ما بغلطش. لا، طالما انا ما بغلطش. انا القضاء قضاء مصر قضاء شامخ وفوق دماغنا من فوق. بس احنا بنقول طلباتنا وبنقول للدوله تقف جنبينا وتجيب لنا فلوسنا. هو دلوقتي اللي هو ظهر كام قرش؟ كان بيقول لنا زمان انتوا قلقانين على فلوسكم ليه؟ ده المستثمرين كلهم على بعض 3 مليار. انا عندي استثمارات وعندي فلوس 10 مليار. خدت بالك؟ الفلوس ال 10 مليار راحت فين؟ ان شاء الله يتعمل له تتبع يشوف الفلوس اللي دخلت له وداها فين. حقكم يجي تباعا. معلش انا برضه سؤال، انا دلوقتي كمواطن مش ممكن الحكومه والدوله